في طنطا وتحديدا الساعة 10 الصبح كان في عامل خردة ماشي جنب الصرف الصحي. بدأ يشم العامل ده ريحة غريبة، وهي مش ريحة زبالة ولا ريحة صرف صحي، ريحة كده غريبة أكن في حاجة ميتة. فعامل الخردة ده وقف وقرر يشوف إيه مصدر الريحة دي. وهو بيبص كده لفت انتباهه شوال مرمي على جنب، فالفضول خده وراح يقرب ويشوف الشوال ده فيه ايه. ولما قرب منه اكتشف ان فعلا الريحة دي طالعة من الشوال، فقرر يفتح الشوال ويشوف فيه ايه. ولما فتحه اتصدم حرفيا من اللي شافه. راح على طول عامل الخردة ده اتصل على رجال الامن، وفعلا رجال الامن خلال دقايق بسيطة وصلوا لمكان الواقعة وفتحوا الشوال ولقوا ان جواه جثة متقطعة ومفصولة الاطراف وما فيهاش هدوم حرفيا، والوش متشوه تماما والجلد مسلوخ من مكانه حرفيا. جثة ما بيشبه لها أي ملامح، والمشهد حرفيا كان صعب جدا حتى على رجال الأمن، لأن منظر الجثة كان فعلا مرعب. أول حاجة عملوها رجال الأمن إن هم راجعوا كاميرات المراقبة اللي في المنطقة ويكتشفوا إن في توك توك وقف على جنب، والسواق نزل وشال الشوال على كتفه ورماه في الصرف الصحي، ورجع تاني ركب التوك توك بتاعه ومشي ولا كأنه عامل أي حاجة. وكان ماشي طبيعي جدا ولا بيبص وراه ولا أي حاجة، أكنه رمى كيس خضار مش رامي جثة. فرجال الأمن كثفوا التحريات وقدروا فعلا يجيبوا سواق التوك توك ده. ولما جابوه بدأوا يحققوا معاه وقالوا له أنت كنت شايل الشوال ورميته في الصرف الصحي؟ قال لهم أنا اللي عملت كده، بس إيه المشكلة يعني؟ قالوا له إن الشوال ده فيه جثة. سواق التوك توك اتصدم وقال لهم أنا ما أعرفش. قالوا له طب أنت جبت الشوال ده منين؟ قال لهم إن في بنت وقفته الفجر وقالت له إن الشوال ده فيه لحمة بايظة وفراخ بايظة، لأنها كانت سايبة التلاجة والكهرباء قطعت واللحمة كلها باظت. والبنت دي بيقول لسواق التوك توك إن هي طلبت منه إن هي ترميه في أي مصرف صحي، لأنها لو رميته في الزبالة هيعمل ريحة وحشة والأهالي ممكن تتضايق من الريحة دي. فقالت له امشي بيا لغاية مصرف صحي وارميه هناك. وسواق التوك توك عمل كده. رجال الأمن في الوقت ده كانوا مصدقين سواق التوك توك، لأنهم عملوا تحريات كاملة عنه وطلع إن هو شخص محترم وكويس ومعلوش حتى سجل إجرامي ولا دخل الاسم، وشخص محترم وكويس وشغال على التوك توك بتاعه وعمره ما عمل مشكلة مع حد. فرجال الأمن سألوه قالوا له طب أنت عارف البنت دي وعارف شكلها وعارف مكانها؟ قالوا له أنا عارف مكانها وعارف شكلها وعارف كمان العمارة اللي هي نزلت منها. فرجال الأمن ياخدوا سواق التوك توك ده ويروحوا للبنت دي ويخبطوا عليها، والبنت تفتح الباب وأول ما تشوف سواق التوك توك ومعاه رجال الأمن تتصدم وتتوتر وتقول لرجال الأمن أنا هقول لكم على كل حاجة بالظبط، واللي هتسمعوه في القصة ده بجد مرعب. كانوا عايزين يولعوا فيها لما النار قدت فيهم هم خافوا على نفسهم راحوا مطفيين النار. ابوهم بقى يحطها في الشجره، راحوا الشجره ما دخلتش فيها، بداوا يقطعوا من تتحط في الشجره مش واخداها، بداوا يقطعوا حتت صغيره. استعد بقى معايا إن أنت تسمع القصة من الأول خالص. هي اللي قدامكم في الصورة دي البنت دي أبوها وأمها انفصلوا عن بعض وكانت عايشة مع جدها، ومع الوقت قررت آية دي إن هي تقعد لوحدها في شقة. وآية كانت حياتها طبيعية وما فيهاش أي حاجة جديدة، قاعدة لوحدها مأجرة شقة وقاعدة فيها وعايشة لوحدها لأن أبوها وأمها منفصلين، وهي المفروض كانت قاعدة مع جدها لكن سابت جدها وقعدت لوحدها. ومع مرور الوقت بقى آية دي تتعرف على واحدة اسمها فرح. وفرح دي يا جماعة ظروفها شبه ظروف آية، لأن فرح أبوها متوفي من زمان من ساعة يعتبر ما اتولدت أبوها متوفي، وأم فرح كان عليها وصلات أمانة وعليها فلوس، فهي دلوقتي حاليا في السجن. وفرح دي قاعدة مع خالتها، خالتها بتربيها ومعاها من صغرها، وفرح دي كانت في الثانوية العامة. أما آية دي كان عندها حوالي 23 سنة أو 24 سنة، يعني الفرق ما بين آية وما بين فرح فرق حوالي 7 سنين، اللي يعني في آية أكبر من فرح بحوالي 7 سنين. فالاتنين اتعرفوا على بعض والاتنين بقوا أصدقاء جدا. حتى كمان فرح قالت لخالتها لأنها قاعدة معاها في البيت، قالت لها يا خالته أنا اتعرفت على واحدة اسمها آية وبنت محترمة وكويسة. وكمان آية كانت بتجيلها عند خالتها تقعد معاها في البيت، بس خالتها ما كانتش مرتاحة لآية وقالت لها يا بنت آية دي أنا حاسسها إن هي بنت مش كويسة. لكن فرح قالت لها لا يا ماما دي زي صاحبتي وكويسة وتمام. يعني استمرت العلاقة ما بين فرح وما بين آية علاقة صداقة، والعلاقة دي استمرت 5 سنين. كل اللي في المنطقة عند فرح عارفين إن آية دي أكتر من أختها، الاتنين صحاب جدا والاتنين يعتبروا إخوات.
وفي المنطقة برضو عند آية فرح كانت بتروح تقعد مع آية كتير، والاتنين في المنطقة عارفين إن فرح دي صاحبة آية، والاتنين يعتبروا إخوات. الاتنين كانوا مع بعض وكل الناس عارفين إن هم أكتر من إخوات، وبيحبوا بعض وبيخرجوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض، وأسرارهم كلها مع بعض. اتنين صحاب أكتر من إخوات. لكن زي ما قلت لكم كده، آية مأجرة شقة وقاعدة لوحديها، أما فرح قاعدة مع خالتها. ففي يوم آية طلبت من فرح إن هي تستلف منها مبلغ حوالي 3000 جنيه، وطبعا فرح بتحب آية ومعتبرها أختها فسلفتها الفلوس دي. لكن بعد فترة كبيرة فرح كلمت آية على الفلوس دي وقالت لها إن هي محتاجة الفلوس دي عشان تجيب حاجات. آية قالت لها إن هي معاش فلوس، وإن هي مش هتقدر تسد لها المبلغ ده، وتنسى بقى المبلغ ده أكنها اديتهم لصاحبتها. فرح في الوقت ده زعلت والاتنين شدوا مع بعض. لكن مع مرور الوقت الموقف ده عدى، والاتنين أصدقاء ونسيوا الموقف، وكل حاجة مشيت طبيعية. لكن آية ما كانتش نسيت الموقف، كانت متضايقة إزاي فرح تطلب منها الفلوس اللي هي سلفتها لها، بالرغم إن ده حقها أصلا. بس كانت بتقول إزاي تطلب مني بالطريقة دي وتقول لي أنا عايزة الفلوس اللي أنا اديتها لك وأنا مسلفاكي فلوس. فكانت متضايقة، بس بينت قدام فرح إن الأمور ماشية طبيعية وكل حاجة تمام. وآية كانت بتغير من فرح جدا، وكانت بتحقد على فرح، وشايفة إن فرح جميلة وبنت محترمة وكويسة وكده. كانت في حقد وفي غيرة. لكن فرح ما كانتش تعرف كده، فرح معتبرة آية دي لآخر وقت في عمرها إن آية دي صاحبتها، والاتنين أكتر من إخوات. لدرجة إن فرح كانت ساعات بتروح لها الشقة اللي هي مأجراها وتقعد معاها باليوم واليومين والتلاتة وتبات معاها. وبرضه نفس النظام، كانت بتكلم آية وتقول لها يا آية تعالي عند بيت خالته وتعالي اقعدي معايا، ويقعدوا ويبيتوا مع بعض. الاتنين أكتر من إخوات حرفيا. ففي يوم فرح طلبت من خالتها إن هي تروح تقعد مع آية شوية، وخالتها قالت لها ماشي روحي اقعدي معاها هناك وبيطمنيني بالتليفون. فعلا فرح وصلت عند آية وكانت قاعدة معاها في الشقة اللي هي مأجراها، والاتنين قاعدين مع بعض طبيعي، وقاعدين مع بعض وبيلعبوا مع بعض وبيضحكوا مع بعض، يعني قعدة صحاب. فالمهم يعني خالة فرح رنت عليها قالت لها انت وصلتي والدنيا تمام؟ فرح قالت لها اه انا وصلت وكل حاجة تمام، وانا هبيت عند آية هنا، وبكرة او بعده هرجع البيت هقعد معاها شوية عشان مخنوقة. فالمهم يعني خالتها قالت لها ماشي، بس لما ارن عليكي رد عليا عشان اطمن عليكي. ففرح قالت لها ماشي. وفرح وآية الاتنين كانوا قاعدين مع بعض. فجأة فرح كانت قاعدة لوحديها كده على البلكونة، لكن لقت إن آية دخلت المطبخ. قالت لها أنا رايحة أعمل مشروب نشربه أنا وأنتِ. قالت لها ماشي. وفي الوقت ده فرح دخلت في الصالة وقاعدة على الصالة، تتفاجئ إن آية جاية من ضهرها وماسكة سكينة وطعنتها أكتر من طعنة، وكانت فرح واقعة على الأرض وبتنزف دم وبتطلع في الروح حرفيا، بس كانت لسه ما ماتتش. فآية قررت إن هي تطلع من الشقة وتقفل عليها باب الشقة وتسيبها جوه الشقة تنزف لغاية لما تموت. وفي الوقت ده آية ما كانتش عارفة تعمل إيه، لأن كده جثة فرح في الشقة فوق بتطلع في الروح. فراحت تكلم صاحب الشقة اللي هي مأجراه منها اللي هو بشوي. بشوي ده كان مأجر لآية الشقة، وكان بيعمل معاها علاقة غير شرعية. يعني بشوي وآية الاتنين دول كانوا بيعملوا مع بعض علاقة غير شرعية. فراحت على طول آية لجأت له، قالت له أنا في مصيبة الحقني أعمل إيه؟ قال لها إيه اللي حصل؟ قالت له أنا قتلت صاحبتي فرح فوق وبتنزف في دمها فوق. واللي خلاها تلجأ لبشوي لأنهم الاتنين ما بينهم وبين بعض علاقة، فقالت إن هو كده كده هيساعدها، وكمان هو صاحب الشقة فهيقول لها تعمل إيه. وطبعا بشوي كان أحقر منها بمراحل. بشوي قال لها ولا يهمك، أنا هاساعدك إن إحنا لازم نتخلّص من جثة فرح دي، إحنا هنجيب بنزين ونجيب قش ونولّع في الشقة. يعني بجد مش عارف أقول إيه، مش هَمِّك صاحبتِك اللي بقى لكم 5 سنين بتاكلوا وتشربوا مع بعض ومعتبراكِ أكتر من أختها؟ والتاني بشوي الحقير ده، يعني مش فارق معاه إن في جثة فوق في الشقة بتاعته وإن هي قتلت صاحبتها. فالمهم طلع بشوي وآية وجابوا شوية قش وبنزين وبدأوا يولّعوا في جثة فرح. فرح حرفيًا كانت ماتت. بس لمّا ولّعوا في الجثة حسّوا إن هُم مش هيقدروا يسيطروا على الوضع، وإن ممكن الحريقة دي تولّع في العمارة كلّها. فبعد ما ولّعوا فيها جزء بسيط قرروا إن هُم يطفّوها ويفكّروا يعملوا إيه في الجثة دي. وحرفيًا جثة فرح فضلت في الشقة لمدة 3 أيام، وبشوي وآية بيفكّروا إزاي يتخلّصوا من الجثة دي. فالجيران بدأت تشم الريحة، وبدأت تقول إن في ريحة طالعة من شقة آية قذرة. فكلموا بشوي عشان هو كان صاحب الشقة وهو اللي مأجر لآية الشقة، قالوا له في ريحة طالعة من الشقة عندك، ريحة مش كويسة. فبشوي يكلم آية يقول لها يا آية فهمي الجيران اللي عندك إن أنت كنت حاطة لحمة وفراخ
واللحمة والفراخ دي أنتِ نسيتِ تحطّي فيشة التلاجة واللحمة والفراخ دي باظت، فهي دي اللي عاملة الريحة، وإحنا لازم نتخلّص من جثة فرح دي في أسرع وقت. وفعلًا آية فهّمت الجيران كده والجيران اقتنعوا بالكلام اللي هي قالته، وبشوي اقترح على آية إن هم لازم يتخلّصوا من الجثة دي، وقالوا إن هم يحطّوا الجثة دي في شوال وينزلوا يرموها في أقرب مصرف صحّي عشان الجثة دي تختفي وتروح مع مَيّة الصرف الصحّي وما حدّش ياخد باله من أي حاجة. وهُم شوّهوا الجثة وفضلوا يقطّعوا فيها أجزاء. آية اللي هي بتقطّع في جثة صاحبتها ومش فارق معاها صاحبتها اللي كانت بتقول عليها أختها، ومعاها بشوي بيساعدها. وبعد ما خلّصوا الحوار ده، طلب من آية إن هي تحطّها في شوال وتنزل على الفجر تاخد أي توك توك من المنطقة وتقول له إن عايزة ترمي الشوال ده في أي مصرف صحّي، وتقول له إن الشوال ده لو سألها الريحة دي إيه الريحة دي، تقول له إن الريحة دي كانت أكل وفراخ ولحمة بايظة من التلاجة، فهي حطّتهم في شوال وقررت إن هي تاخد الشوال ده وترميه في أي مصرف صحّي عشان الريحة. وفعلًا سواق التوك توك ما كانش فاهم حاجة، هي نزلت بالشوال وركبت مع سواق التوك توك ده، ولمّا وصلوا على الصرف الصحّي طلبت منه إن هو ينزل، قالت له: "معلش شيل الشوال ده وارميه في الصرف الصحّي عشان الشوال ده تقيل مش هاقدر أشيله." وسواق التوك توك بحُسن نيّة شال الشوال وراح على المصرف الصحّي ورماه، وفي المدة دي كلّها خلِّت فرح بترن على فرح تليفونها مقفول، فضلت يوم تاني ترن على فرح تليفونها مقفول ما اتفتحش خالص، فقررت ترن على صاحبتها آية عشان تعرف خالتها قلقانة عليها، فضلت ترن على آية وترن على فرح الاتنين تليفونهم مقفول، فقررت خالة فرح إن هي تروح عند جِد آية وتسأله عليها، فجِد آية قال لها إن آية أصلًا خدت شقة وعايشة لوحدها. في الوقت ده خالة فرح ما كانتش عارفة تعمل إيه، فطلعت على رجال الأمن وعملت محضر باختفاء بنت أختها. وبعد ما رجال الأمن يلاقوا جثة فرح مرمية في الترعة ما كانوش عارفين إن هي أصلًا دي جثة فرح، فقرروا إن هم يستدعوا خالتها عشان هي كانت عاملة محضر باختفاء بنت أختها، فقالوا لها تعالي شوفي هل هي دي جثة فرح والّا لأ. ولمّا دخلت المشرحة حرفيًا ما كانتش عارفة تحدد، لإن الجثة كانت متشوهة، الجلد مسلوخ ومحروقة ووشها مش باين. فالمعمل الجنائي قرر إن هو ياخد بصمات، اللي هو بصمات الإيد وبصمات حاجات هم عارفينها، وخدوا كمان بصمات مامتها اللي في السجن اللي كانت مسجونة بسبب وصلات الأمانة، واتأكدوا إن دي فرح. وطبعًا بقى رجال الأمن مشيوا ورا القصة اللي قالها سواق التوك توك، ولمّا راحوا لآية هناك، آية اعترفت بكل حاجة. وبجد عمري ما كنت أتخيل إن آية دي تعمل في صاحبة عمرها فرح كده بالطريقة القذرة دي. وكمان اللي ساعدها اللي كان مأجر لها الشقة بشوي عشان كان بيعمل معاها علاقة غير شرعية، والاتنين أحقر من بعض. اتحكم على آية بالإعدام واتحكم على بشوي بالإعدام، ويستاهلوا حاجة أتقل من كده كمان، لأن اللي زي دول شياطين. يعني بجد مش مصدق إزاي واحدة تقول عليكِ إن أنتِ أختي وتاكل وتشرب معاكِ وتقول للناس كلها إن أنتم أكتر من إخوات كمان، وتعملي فيها كده بالطريقة القذرة دي. ما صعبتش عليكِ وأنتِ سايباها في الشقة بتنزف في دمها وقافلة باب الشقة عشان تنزف في دمها وتموت بعد ما طعنتيها؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل.